نعم. يعني بكرة اليد ما في أساسية، وهذا تبديل مستمر بين ال 14 لاعب. أيمن سفان بتحاول المحاميد سفان محاولة بكل لفريق الجيش، وأول هدف في المباراة. أيمن سفان يفتتح التسجيل، بتقدم فريق الجيش بهدف مقابل لا شيء. هدف فريق الجيش لا شيء فريق الخليج السعودي. أول هجمة تترجم إلى هدف. برافو أيمن، مهم جدا كل كرة نستفيد منها. فريق أبدا ما فريق سهل. فريق الخليج السعودي قدم كما ذكرت مباريات جيدة وموفق، كان طبعا بيكون لمصلحة اللاعب جعفر عبد القادر. يعني مثلا فريقين من عندنا واحد ثالث وواحد عم يلعب على الاول والثاني، ان شاء الله ياخذ مرحله. اذا هدف مقابل لا شيء. المباراه مستمره. جعفر وايضا عم بيكون في خطا وانذار عم بيكون على انذار فراس احمد. بنفس الوقت يعني انا ما بدي اخذ من وقتها كثير، لكن بالتاكيد نتشكر فريق الشعلي على ادائه هو الاخر بالمباراه. طبعا المباريات الشعلي ادى مباريات قويه جدا وحصل على المركز الثالث، وهذا الشيء مشرف لنا انه فريقين يصلوا لدور الاربعه. هذه المره الاولى تحصل يعني على مستوى الوطن العربي ببطولات الانديه العربيه، انه فريقين، فريق لعب على الاول، هلا عم يلعب على الاول والثاني، وفريق حصل على المركز الثالث. انا شاكر جهودك، وان شاء الله يعني بيتوج هذا الامر بانه فريقنا يقدر ينال لقب هالبطوله بكل الاحوال. مبارك يعني هذا النجاح للبطوله، واهلا وسهلا فيك. يا مرحبا، شاكر كثير جهودك. يا مرحبا. اذا تبقى النتيجه على حالها. يتقدم فريق الجيش بالهدف اللي سجله ايمن سفان. هدف التعادل عم بيكون للاعب جعفر عبد القادر اللي بيحمل الرقم 20. دخول حلو عم بيكون، وعن يسار الحارس رامي الجحر. إذا أرحب من جديد بالسيد تركي الحلبي خبرتنا كبيرة في مجال كرة اليد. أهلا وسهلا فيك أستاذ تركي. أهلا بكم. هلا هدت الأمور، ما هيك ارتاحت. عادت المباراة لشكلها الطبيعي وبدأت المباراة. احنا الآن بالدقيقة الثالثة، النتيجة هدف لهدف. كيف بتشوف 3 دقائق اللي مروا حتى الآن؟ حاليا لعب متكافئ من قبل الفريقين، وكل واحد حريص انه ما يتسجل بمرمى اهداف ويسجل بمرمى الاخر. في هناك خشونة من فريق الخليج. عم نشوف في انذار على اللاعب مالك حسين. انذار على اللاعب 20، لاعب رقم 20 انذار. الفريق السعودي عم يدافع بطريقة دفاع 3-3. نعم. ارتدت الهجمة للفريق السعودي. نعم. ان شاء الله ما تاثر غيابات يعني بعض اللاعبين عن فريق الجيش على طبعا الفريق كامل ادى مباريات بكل مباريات جيده بكافه المباريات. هذا دخول خاطئ على اللاعب السعوديه مما يضطر الى رمي حر. سفان حول ارتجاه المحاميد. فراس احمد، محاميد سفان، محاميد جديد، فراس. مباراة واضح حتكون صعبة بالتأكيد على الفريق. حلوة كثير هالكرة عم بتكون من أيمن، لكن في دخول منطقة المرمى قبل المهاجم، رمية حرة على فريق الجيش. نعم. رد سريع عم يكون لفريق رمية حرة الخليج من خارج 9 متر لفريق الخليج. حتى الآن هو المميز أكثر كابتن بالنسبة للاعب جعفر عبد القادر من فريق الخليج. نعم.
هدف جميل عم بيكون للاعب 13 هاني هلال. بتقدم فريق الخليج بهدفين، هدف عم نشوف جديد. لم تكن هناك تغطية وافية من مدافعي الجيش، كان لازم يدافع ينزل مع المهاجم، لأنه نزل شاط من الأسفل لازم ينزل معه في يديه الأسفل. حاليا الهجمة مع فراس أحمد. نعم أحمد محاميد. بكل الأحوال يعني بتبقى دائما بداية أي مباراة يعني في إلى إشكالات. برافو، محاولة كانت لكن كرة يعني طرقت لنا هدف. فرصة كبيرة كانت لفريق الجيش. رد سريع عم يكون لفريق الخليج من جعفر، محاولة أخرى من جديد لفريق الخليج، وكرة أيضا ترتد من القائم. رغم ذلك يبقى الحظ مع فريق الخليج بها الكرة. هاني هلال، جعفر، عبد القادر الأخطر بفريق الخليج. هاني محاولة كثير حلوة عم تكون لفريق الخليج، وكرة مرت بسلام من قبل هيثم ناجي اللي بيحمل رقم 14. كما ذكرت يحضر هذه المباراة رفيق الدكتور نوري بركات رئيس الاتحاد الرياضي العام، ويتابع هذه المباراة. ومر من زمن حتى الآن حوالي 4 دقائق. النتيجة تبقى تشير إلى تقدم فريق الخليج بهدفين مقابل هدف. في استعجال كان بهالكرة بفريق الجيش، وكرة سهلة فرصة للتقدم. وبرافو رامي مفوت فرصة غنية كثير، وفرصة خطيرة كانت لمالك الذكي رقم 4، لكن حارسنا كان ذكي فعلا بقطع الكرة. عم نشوف شكرا مهاب واضحة الكرة، رد سريع وهدف التعادل. هدف التعادل لفريقنا. برافو باسل الريس بينجح بتسجيل هدف التعادل. باسل الريس لاعب الدائرة، لاعب مميز. في المباراة السابقة كان الاعتماد كثير على لاعب الدائرة، وهذا مهم جدا بتسجيل أهداف. إذا ظل الفريق الجيش يعتمد على الأجنحة ولاعب الدائرة ممكن يجيب نتيجة جيدة. وين بتشوف نقطة القوة بالفريق السعودي؟ نقطة قوة بالفريق السعودي برقم 13 ورقم 20 لأن الأميز يعني كما هو واضح أيمن صفان، وأيضا بيكون في خطأ لمصلحة أيمن. تتوقع أن المباراة تصير مثل مباراة الدور الأول أستاذ تركي؟ ممكن في الشوط الثاني. حاليا في الشوط الأول مثل دست نبض من قبل الفريقين، يعني كل فريق عم يلعب بحذر. سدت الطابة راحت رميت تماس لفريق رمي جانبي فريق الخليج نتيجة بعض التسرع من اللاعبين. المفروض يكون هادي اللعب. هاني هلال، كرة إلى جعفر عبد القادر. هاني من جديد، محاولة الفريق السعودي تبقى مستمرة حتى الآن. وأيضا كرة بتفوت بعد محاولة اللاعب رقم 5 حسين باقر إخوان. مثل ما نعم نشوف النتيجة حتى الآن بتشير إلى التعادل بهدفين لهدفين. وكما ذكرت نسبة تسجيل فريق الجيش كانت كثير أكبر في مباريات حتى ما قبل هذه المباراة، استطاع أن يسجل 178 هدف. بكل أحوال الشعلي برافو، ومرحلة له أداء في مباريات هذه البطولة. طبعا فريق الشعلي كمان قدم مباريات جيدة الهدف الثالث لفريق الجيش، وهدف التقدم من جديد عم يكون. برافو أحمد محاميد، برافو أحمد، وبسجل الهدف الثالث لفريق الجيش. بيعود وبيتقدم 3 أهداف مقابل هدفين. دفاع الفريقين حاليا قوي، لذلك النتيجة متقاربة. وهناك رمية حرة لفريق الخليج وإنذار للاعب أحمد محاميد. طبعا فريق الشعلي كمان قدم مباريات جيدة استحق التقدير من كلا الفرق ومن الجماهير، وكان أداؤه متميز، وممكن كان يعمل نتيجة جيدة لو ما اجت مباراته مع فريق الجيش. بعدين مكسب كبير انه يطلع على المباراة النهائية. ايضا كرة بتكون مسددة وبينجح فيها حارسنا في المرة الأولى وفي المرة الثانية. برافو جهمان. رمي 7 متر لفريق الخليج.
طبعا كل رمي سمعتين يجب على الحكم أن يوقف الوقت. وفورا شفنا تبديل بفريق الخليج، خروج رقم 6 ياسر عبد الكريم ودخول مالك زكي يحمل الرقم 4. إذا رمي جزاء وبينجح بتسجيله، بينجح بتسجيل المميز أكثر بفريق خليج جعفر عبد القادر داوود، وبيعود وبيخرج وبيدخل اللاعب رقم 7 خليل إبراهيم. تعادل من جديد عم يكون بعد مرور 10 دقائق من مجريات المباراة. 3 أهداف لكل فريق أو أول رمية جزاء ترجمت. لسه عم يكون لفريق الجيش وكرة ترتد، فرصة غنية كانت من باسل الرئيس. رد سريع عم بيكون جعفر نجيب مع كل محاولة هجومية عم تكون للفريق. دخول منطقة المرمى قبل لاعب 14، رمية حرة لفريق الجيش. حاليا اللعب لا يزال بالميزان يعني متكافئ بكلا الفريقين. محاولة كمان من جديد عم بتكون، محاولة ثانية من لاعب طلعت الشعار. لازم يكون يتأنى، المفروض يكون أقل شيء هدف من هاتين الرميتين. نعم. رمية حرة لفريق الجيش. أيمن سفان وأيضا بينجح بتسجيل الهدف رقم 4. برافو أيمن، برافو أيمن. 4 أهداف و4 أهداف لفريق الجيش مقابل 3 أهداف لفريق الخليج. عم نشوف تسديدة كثير قوية وما بيستطيع الحارس زكي الحلال انه يصد الكرة القوية اللي كانت في أيمن. خبرة كبيرة وجود أيمن، يعني نستطيع القول انه أيمن سفان هو الورقة الرابحة لفريق الجيش. حتى الآن تألق كثير عم يكون حارسنا، فرصة كثير كبيرة لتوسيع الفارق ومحاولة كثير حلوة عم تكون وتترجم إلى هدف. الهدف رقم 5. برافو باسل الرئيس. شو اللي حصل بهالكرة؟ يعني شو اللي خلينا نرجع نشوفها، خلينا نرجع نشوفها زميلنا. ألغي الهدف، ألغي الهدف. خلينا نرجع نشوفها زميلنا مهاب، نرجع نتأكد نحن، نرجع نشوف الحالة تماما. الهدف يلغى، تبقى النتيجة على حالها 4 لفريق. إعادة من جديد عم نشوف، عم نشوف كيف الكرة طبعا اللي ارتدت كانت لمصلحة فريق الخليج وكانت كرة لفريقنا. باسل عم نشوف وجها لوجه مع الحارس زكي. شو اللي حصل بإلغاء الهدف أساسا؟ لا غبار عليه الهدف، ولكن ممكن يكون لامست قدمه اليمين آخر الخط. الحكم أقرب. نعم. إذا يلغى الهدف، تبقى النتيجة على حالة تقدم فريق الجيش 4-3. فرصة من جديد عكول لأنه يستفيد منها فريقنا. الكرة سهلة كثير كانت من فراس أحمد. رد سريع عم بيكون لفريق الخليج السعودي، وأيضا من جديد حارسنا الجهماني بيتألق، لكن اكتشاف دقيقتين عم بيكون للاعبنا طلعت شعار. عم نشوف طبعا دفع قوي من الخلف، إيقاف لمدة دقيقة لاعب طلعت شعار. نعم. ورمي حرة دفع كان على هاني حلال من فريق الخليج السعودي الشقيق. جعفر، حلال، حسين، هاني، جعفر من جديد، وايضا كرة بترتد القائم الايمن. حتى الان ما في حد من خطورة هاللاعب، اي كرة عم بتكون وعم تشكل خطورة، ونسبة تسجيل اهداف معظمها عم تكون لهاللاعب جعفر عبد القادر اللي يحمل الرقم 20. 4 خطوات على اللاعب صهيب. رمية حرة لفريق الخليج. حتى الان في شويه تشنج عم بيكون، يعني تشنج في حذر من الفريقين. بتروح فرص كثير سهله، عم بتروح فرص كثير عم بتكون معنا مبرره من الفريقين حقيقه. يعني فرصه كثير حلوه وهدف جميل، هدف جميل عم بيكون للاعب رقم 15 احمد البقال، يسجل هدف التعادل. لوب من فوق الحارس وبينجح بتسجيل هدف التعادل. هدف جميل، 4 أهداف لكل فريق. 14 دقيقة من مجريات الشوط الأول مرت والنتيجة تشير. خطأ بيكون لمصلحة فريق الجيش مع حميد. أيمن سفان
كرة كثير حلوة عم تكون ولكن بتمر سهلة كان ممكن يستفيد منها من فراس أحمد. ما بتمكن من ترجمتها إلى هدف. وسط يعني عصبية كانت بادية على مدربنا سبورا جورجي بهالكرة اللي مرت. ومثل العادة أي كرة هجومية لفريق الخليج عم يكون بالمقدمة دائما جعفر. محاولة كثير حلوة وأيضا تسجيل الهدف رقم 5 بنفس الأسلوب أحمد البقال. حتى الآن شفنا هدفين يعني بنفس الطريقة. طبعا كابتن تركي يعني ناقص عدد، ناقص العدد في هالحالة يعني هالدقيقتين كيف بده يتعامل معهم الفريق؟ المدرب يقول للاعبين هدوا اللعب ولأكبر عدد من الثواني تكون الطابة معكم، إضافة للعب يعني هيك بيكون بيحافظوا على دقيقتين. فريق الخليج السعودي عم يستغل هالناحية، عم يلعب فتح من الجناح للجناح حتى يفضى لاعب. طبعا كان في صافرة هون قبل الهدف. أيمن وعم يسدد مباشرة أيضا ترتد من الحارس وسهلة على فريق الخليج وتحديد على اللاعب موسى خليفة بيحمل الرقم 9. أيضا فرصة غنية عم تكون لو مدربنا سبورا جورجي. دخول محمد حداد بيحمل الرقم 11 كمان من الأوراق الرابحة لفريق الجيش. محمد حداد هو ضاربه هو والمحاميد والسفان من الخلف. جعفر إلى إضافة لحراس المرمى جيدين لفريق الجيش. رمية حرة وهجمة سريعة. السريع عم بيكون فرصة كثير كبيرة عم تكون لفريقنا وتسجيل هدف التعادل. هدف لاعب باسل الريس. هذا هو التسجيل يعني الصحيح والنموذج حقيقة للرد السريع والارتداد السريع. عم تكون هجمة سريعة ونفذت موفقة. برافو. هي الكرات اللي احنا بحاجة لها نحن. نعم هي الكرات السريعة اللي يحتاج كل فريق. إذا التعادل من جديد عم بيكون 5 أهداف لكل فريق. حقيقة هذه بلغة الإنصاف نقولها في كل الألعاب أن يكون بسمة حقيقية في كل الألعاب الرياضية ليس فقط في كرة اليد. كان عم نشوف الآن في البطولة الحالية وقبل منها بطولة العالم العسكري في العام الفائت والعديد من البطولات الأخرى كذلك الحال بالنسبة للألعاب الأخرى. جعفر وكرة بتفوت من فريق الخليج السعودي. أيمن كرة سريعة كثير سرع كان بها الكرة أيمن وبعيدة عن لاعبنا قاسم السويدان اللي بيحمل الرقم 7. بدها شوية هدوء كابتن. طبيعي بدها شوية هدوء لأنه الهجمة مرتدة. هجمة مرتدة لازم نهدي فيها أكثر. طبعا دفاع الجيش إلى الآن حاليا دفاع قوي جدا ومغطي كافة المراكز. تسديدة حلوة تترجم إلى هدف من هاني هلال بيسجل هدف جميل. حتى الآن الأجنحة بفريق السعودي عم تشتغل بشكل كثير ممتاز كابتن تركي. إن كان يعني مثل ما شفنا بهالكرة لهاني هلال قبل منه حسين اللي خرج للإصابة أو بالنسبة لي لاعب هاني هلال لازم يتقدم له المدافع في حال استلامه الكرة لأنه لاعب خطر وبيسدد منيح. رمية حرة. إذا بيتقدم فريق الخليج بفارق هدف 6 أهداف مقابل 5. نسبة التسجيل حتى الآن تعتبر ضعيفة يعني الآن لم ترتقي لمستواها اللي شفناه سابقا. أيضا كرة سهلة وبتفوت من أحمد محاميد وبينجح الحارس زكي حلال بقطع الكرة. فرق هدف ومثل العادة دائما مع كل كرة عم نشوف دخول اللاعب رقم 20. علي السبهاني وأول محاولة عم تكون لعلي وبتفوت أول مشاركة له في مباراة اليوم يحمل الرقم 10 بفريق الخليج السعودي الشقيق. أيمن أحمد محاميد ومحاولة حلوة أيضا بتفوت. عم نشوف فيه هناك رمية حرة. نعم وكان في انذار. على اعتراض الانذار. حاليا كرة مرتدة الى المحاميد.
طالبات عم بتكون، وايضا 7 متر لفريق بتفوت. الجيش على اللاعب باسل الريس. ذكرنا دائما لاعب الدائرة هو من أخطر لاعب قاسم السويدان. نعم قاسم السويدان. نشوف تنفيذ رمية الجزاء، رمية بينجح فيها قاسم. برافو قاسم. حتى الآن رمية اللي شفناهم في المباراة إن كان واحدة لفريق الخليج والثانية عم تكون لفريقنا، بينجح فيها قاسم السويدان وبسجل التعادل. 6 أهداف لكل فريق. 11 دقيقة معنا نتابع على اللوحة الإلكترونية التعادل. يعني نذكر بالنسبة لمباراة الدور الأول استطاع فريق الجيش أنه ينهي الشوط الأول ب5 أهداف كان 19-14. كرة سهلة كانت يعني. هدف جميل كان لأحمد البقال. عم نشوف من جديد هالكرة يعني ما عم يكون فيها الدفاع حتى الآن ما ماسك صح يعني. بالنسبة لهذا اللاعب لازم تدافع عليه بشكل صح، لأنه إذا ما تدافع عليه بشكل صح هذا خطأ، لاعب خطر بالنسبة للفريق السعودي. يعني اللاعب اللي أمامه مثلا هذه المباراة تختلف عن الدور الأول. عم نشوف ماشي هدف بهدف حتى الآن. ما في فريق استطاع انه يتجاوز فارق الهدف. دائما اما عم يتقدم فريق الخليج او فريق الجيش او عم يتعافى. تسجيل هدف على الفريق، او الكرة خرجت خارج المرمى، او الكرة مع هجمة مع نفس الفريق وطلب الاداري وقت مستقطع. كرة بتفوت ورد سريع عم يكون ايضا كرة بتفوت. ايضا تسرع من الفريق السعودي. الى الان لا حلوة كثير عم تكون لأيمن وبيسجل هدف التعادل. برافو أيمن. هدف التعادل هدف رقم 7. 7 أهداف لكل فريق. رح نشوفها بالإعادة كابتن تركي. هدف جميل كان وتمريرة كثير حلوة كانت لأيمن. هدف جميل من أيمن سفان. طريقة لعب فريق الخليج الجزائري السعودي 3-3 ما يعني بيكون عكس الطريقة إلا دخول وتبادل لاعبين للمراكز. مثل أيمن سفان دخل وأخذ منطقة لاعب الدائرة، صاروا 2 على الدائرة. لذلك لاعب الجارد بيطلع بده يسدد وبيلعب مع لاعب الدائرة، بيكون الهدف محقق. إذا 7 أهداف لكل فريق. 9 دقائق أخيرة على نهاية الشوط الأول. ياسر عبد الكريم يحمل رقم 6 وأيضا عم بيكون فيه يعني. نرجع نشوفها زميلنا المخرج مهابي الخطأ اللي حصل. هاني هلال إلى جعفر عبد القادر. برافو حارسنا الجهماني بينجح من جديد رامي لأكثر من مرة. برافو. عم نشوف هون من جديد بهالكرة اللي حصلت الخطأ اللي حصل. يعني مع انه اللاعب الجيش كان متحرك قليلا. بنشوف رمية جزاء ترجم من رمي الى هدف. وبرافو ايمن صفان. رمية الجزاء الثانية عم نشوف. برافو ايمن. وبتقدم فريق الجيش 8-7. فرق هدف عم بيكون. وسط توجيهات لمدربنا عم نشوف سبورا جورجي. حتى الان مدرب الجيش يقدر ينفذه بشكل صح. غير طريقة الدفاع الى 6 12 هدف مقابل 11. فشفنا هاني هلال سجل 3 أهداف، جعفر داوود 3 أهداف، أحمد بقال هدفين، علي السيهاني هدفين، ياسر هيثم مليان سجل هدف. الشوط الأول عم نشوف اللاعب المميز جعفر داوود يحمل رقم 20 رمية. وأنا بتأمل إن الشوط الثاني يكون أفضل من الأول بكثير من ناحية حتى المستوى الفني للفريقين. يعني المهم أن يكونوا راقوا الفريقين أكثر يعني. ومثل ما حكينا يعني إنه ينسوا مسألة يعني العصبية ويفكروا بمستوى فني. طبعا اللاعب بالتأكيد مو دائما بيقدر يعزل حاله، لكن مثل ما حكينا طالما اتفقوا انه يلعبوا وبكل الظروف الحالية يجب ان يستمروا حتى النهاية. بالتوفيق للفريقين بتقديم شوط ثاني ممتع اكثر من الشوط الاول، وسنبارك للفائز كائنا من كان في نهاية المباراة. بالتأكيد هذا الجمهور اللي عم يتابع هذه المباراة كما ذكرت نتمنى ان يكون كان جمهور اكبر، وخاصة أنه طرف في هذه المباراة هو فريق سوري يقدم مستوى طيب في مباريات هذه البطولة، وقدم مستوى طيب حقيقة. لكن تبقى دائما المباراة النهائية في أي بطولة لها حساسيتها،
ربما نعذر، ربما نبرر بعض الشيء، لكن بالإطار العام يجب أن تكون الخبرة هي التي تسيطر في التعامل مع مجريات أي مباراة. هاي طريقة الدفاع الخليجي، الدفاع المتقدم لازم يكون هناك تبديل مراكز من قبل فريق الجيش، وهذا ما عم يطبقه حاليا فريق الجيش ليحدث ثغرات بفريق الخليج. هي احدى الحالات. فرصة جديدة عم تكون للفواز، وايضا بتستبدل مرة ثانية كرتين متتاليتين كل فريق الجيش، لكن تبقى الكرة رمي جانبي مصلحة فريق. طبعا هاي الحالة إيقاف دفاعيتين للاعب السعودي، نعم، باعتبار لم يبتعد 3 متر عن الرمية الحرة، وهناك انذار له. احمد بقال رقم 15. الثاني بيكون ايقاف لمدة دقيقتين لاي اللاعب اللي تقدم اقل من 3 متر. فرصة عم تكون، وهدف، هدف التعادل، هدف التعادل. برافو حداد، محمد حداد يسجل هدف التعادل واول هدف له في المباراة. اذا محمد حداد يسجل اول اهدافه في المباراة. التعادل من جديد عم بيكون 12-12 وسط علو انصار وتشجيع انصار فريق الجيش. هاني هلال الخطير جدا في فريق الخليج بيحمل الرقم 13 مع اللاعب الاخر جعفر عبد القادر. جعفر صعب تكون لفريق الخليج، والكرة بتخرج الى رمي جانبي لمصلحة فريق الجيش. سفان حداد لأدرك التعادل، حلوة كثير المحاولة عم تكون لفريق الجيش وبترتد، وفرصة كثير كبيرة كانت، فرصة كثير كبيرة بتفوت من السويدان، فرصة كثير كبيرة كانت تقاسم السويدان. يبقى التعادل مسيطر ب 12 هدف لكل فريق. سيهاني إلى جعفر، جعفر من جديد محاولة عم تكون لفريق الخليج، وأيضا خطأ عم يكون لمصلحة فريق الخليج السعودي. بدأ فريق الجيش بدفاع منظم حاليا، ووضع لاعب مان تو مان للاعب رقم 13 حد من خطورته، لأنه اللاعب كما ذكرت في بداية الشوط هو الخطر في فريق السعودي. الكرة بحاجة لها، وهدف التقدم عم بيكون، هدف التقدم. برافو قاسم، برافو قاسم بيسجل هدف جميل. يقدم فريق الجيش ب 13 هدف مقابل هدفين، مقابل 12 هدف عفوا، هدف واحد تماما نفس اسلوب الشوط الاول ونفس نتيجة الشوط الاول. الى حد كثير كبير عم بيكون التعادل مسيطر. بيبقى الوضع حتى الان بعد مرور 4 دقائق من الشوط الثاني. حتى الان فريق الجيش مسجل هدفين بالشوط الثاني، ولم يسجل بعد فريق الخليج. بكل الاحوال يعني كل النقاد اجمعوا انه الفريقين الكبار فعلا والافضل واللي حافظوا على مستوى ثابت الى حد كثير كبير قدروا يوصلوا للمباراه النهائيه. هدف جميل جدا عم بيكون لعلي السيهاني. السيهاني بيسجل اول اهداف فريق الخليج بالشوط الثاني، وهو الهدف الثالث له في المباراه. حتى الآن 3 لاعبين في فريق الخليج كل لاعب سجل 3 أهداف. هاني هلال، جعفر داوود، والآن السيهاني بإضافته للهدف الثالث له. تعادل من جديد 13 حداد، كثير حلوة عم تكون، وهدف جميل جدا، هدف جميل لأحمد محامد. برافو أحمد، برافو أحمد، سجل الهدف الثاني له في المباراة بطريقة ذكية ومن فوق الحارس زكي الحلال. إذا أحمد محاميد الهدف الثاني له في المباراة. أربعتاشر 13 فرق هدف عم بيكون، 5 دقائق بتمر من مجريات الشوط الثاني. هاني حلال، هاني هلال، سيهاني. لو كثير المحاولة عم تكون ذكية، وهدف جميل لأحمد البقال، هدف جميل لأحمد البقال، هدف رقم 3 لأحمد. لوب من فوق الحارس رامي. التعادل من 14-14. الخليج السعودي غير من طريقة لعبه في الشوط الثاني، باعتبار انه فريق الجيش مسك اللاعبين الوسط، صار يشتغل عن طريق الأجنحة. لاحظنا انه هدفين
سجلهم عن طريق الأجنحة، لازم ينتبه عليها مدرب الجيش. رمية 7 متر لفريق الخليج السعودي. رح نرجع نشوف. عم نشوف. طيب خلينا نشوف. هاني هلال يوسف حيون. هاني وبينجح. برافو يوسف، برافو يوسف. اول رمية بتضيع بالمباراة. برافو. لهذه الحالات ذكاء من المدرب، يعني انه بدل حارس المرمى في وقت مناسب. نعم. ايمن سفان رمية حرة، رمية حرة لأيمن سفان. تعادل من جديد عم بيكون 14 هدف لكل فريق، وهدف جميل، هدف جميل عم بيكون. برافو محمد حداد بيسجل الهدف الثاني له في المباراة، والهدف الثاني بالشوط الثاني. محمد حداد بيسجل الهدف رقم 15 لفريق الجيش، والهدف الثاني له كان في مرمى الحارس عبد الحميد الحلال، غير الحارس اللي كان بالشوط الاول زكي الحلال وهو ابن عمه. اذا عبد الحميد الحلال بيسجل في مرمى وهدف التعادل. حركة فنية فنية من اللاعب، نفس اللاعب رقم 20 جعفر داود، الهدف رقم 4 له. تعادل 15. حلوه كثير الكره كانت من حداد في اسودان، لكن الكره بتفوت منه. هذا عم بيكون لمصلحه فريق الجيش. برافو فريق الجيش، يعني في صار تنظيم اكثر بمحاولات الهجوميه بشكل اوضح. سفاوي سدد كره كثير حلوه وهدف. برافو ايمن، برافو ايمن. هدف رقم 16. عندنا فريق الجيش ضاربين من منطقة 9 متر، لازم دائما يستغلوا الناحية هي. يعني بيعود التبديل من جديد بحراسة المرمى، بيدخل زكي حلال وبيخرج عبد الحميد بمرمى فريق الخليج، وبيبقى يوسف حيون في مرمانا. ايضا تعادل من جديد 16 16. وهيثم ناجي بدرك التعادل، وهو اول هدف له. رد سريع عم بيكون. برافو فيصل هو بيسجل الهدف الثاني. 17 الجيش 16 الخليج. حركة خداع فنية من فيصل فواز، خدع فيها المدافع واستطاع ان يسجل هدف رائع. فرق هدف عم بيكون لمصلحة فريق الجيش، شوط مثير اكثر وفنياته افضل بالتاكيد. ايضا رد سريع عم بيكون اللاعب رقم 10 علي السهامي، يسجل هدف رقم 4 اهداف في هذا اللاعب مناصفة ما بين الشوطين حتى الان، والتعادل 17 السعودي. السويدان حداد، وهدف جميل، هدف جميل عم بيكون حداد، تسديده كثير حلوه. برافو حداد، 3 اهداف بالشوط الثاني، هدف جميل. لاعب محمد الحداد عم نرجع نشوفه من اللاعب باسل، جيد جدا كان التسديد على المرمى. واللاعب محمد الحداد لم يشركه المدرب كثيرا في الشوط الاول، يعني حطوا ورقه رابحه ثانيه مشان تسجيل اهداف. رد سريع عم بيكون، والتعادل لياسر عبد الكريم. اول هدف له في المباراة. التعادل من جديد 18. رد سريع عم بيكون. دخول خاطئ كان على اللاعب. ارتداد سريع للخليج. كمان ايضا دخول خاطئ. ايضا لاعب رقم 7 بالصدفة، ايضا لاعب رقم 7 بفريق الخليج، لاعب خليل ابراهيم بنفس الاسلوب تماما اللي ارتكب في خطأ من قبل لاعبنا وفاز الشهداء رقم 7. تعادل سيد موقف حتى الان 18 وكرة ترتد فرصة من جديد عم يكون لفيصل وبيسجل الهدف رقم 19. برافو فيصل. 19 الجيش 18 الخليج، والهدف رقم 3 لفيصل. فرق هدف في هدف.
بدخل من جديد اللاعبين الخطيرين لفريق الخليج، ان كان بالنسبه لي السهاني رقم 10 وهاني هلال رقم 13. شوط سريع، كل هجمه عم بيكون في هدف تقريبا للفريقين بعكس الشوط الاول. شوط سريع عم بيكون هاني هلال رقم 13. خطأ بيرتكب على اللاعب رقم 6 ياسر عبد الكريم. حاليا الهجمة مع الفريق السعودي يجب أن يصفر الحكم أو يعطي إشارة لعب سلبي لتدوير الكرة عدة مرات. كرة بتفوت للاعب هاني هلال اللي كنا عم نحكي عنه انه من افضل اللاعبين بعود، بيخرج وبيدخل اللاعب رقم 7 خليل ابراهيم. فرصة عم تكون لفريق الجيش لانه يرفع الفارق بهدفين، واذا ما حصل هذا الشيء راح يكون لاول مرة في المباراة. 19-18 لمصلحة فريق الجيش. حداد وبيسجل هدف. كان في صفر رمية حرة باعتبار حسب قناعته انه اخذ 4 خطوات، بتصور ما اخذ 4 خطوات. هلا حاليا اذا عدناها بتكون 3 خطوات مع دبشه وسجل هدف. ما في 4 خطوات. بكل الاحوال الهدف هالمرة عم بيكون صحيح، الهدف هالمرة عم بيكون صحيح. برافو قاسم، برافو قاسم. ولأول مرة بيرتفع الفارق، أول مرة بيرتفع الفارق إلى هدفين. يعود الفارق وبيتخلص إلى هدف. بالهدف اللي سجله أحمد البقال وهو الهدف الرابع له. التعادل عم بتكون لفريق الخليج ورد سريع لموسى خليفي، اول هدف يسجله، اول مشاركه له في يعني المباراة. فريق الجيش ما عم بيقدر يحافظ على الهدف او الهدفين، مفروض يهدي اللعب ويكون الهدف مؤكد عند التسديد يعني على المرمى. تبادل المراكز، شوف الاخطاء اللي عم يقع فيها فريق الجيش عم نتيجة تسرع اي سلامات. صحيح، فترة كثيرة المحاولة عم تكون والتقدم للاعب رقم 7 خليل ابراهيم. اول هدف له خليل ابراهيم بسجل اول هدف وهدف تقدم، يعني كان فريق الجيش متقدم بهدفين، عاد وسجل فريق الخليج 3 اهداف متتالية وتقدم بفارق هدف 21-20. رمية حرة. مفروض فريق الجيش تقاطعات لانه دفاع الخليج السعود لاعب الى منطقة الوسط، لازم يتابعوا هالطريقة هاي. حداد ايضا عم بيكون في رمية حرة كمان، هاي مفروض فيها عقوبة للاعب رقم 4 الى ايمن صفان. حداد يعود ويتابع مباراة جديدة. حداد وايضا عم بيكون في خطأ من اللاعب محمد يوسف مثل رقم 16 وهدف جميل عم بيكون لحداد. برافو حداد، هدف التعادل بالجديد 21. عنا هدافين من خارج 9 متر، 3 فريق الجيش لازم يستغلوا دائما هدول. محمد حداد، ايمن سفان، احمد محاميد، لازم دائما يستغل التسديد لخارج 9 متر. اضافه الى الفلوتر، بس الرئيس لازم نضل مركز انه يلعبوا عن طريق الفلوتر كمان. هذا ذكي، كان ذكي، بيستطيع الجهماني انه ينقذ الكره بسهوله. برافو. 21 وفرصه مواتيه لفريق الجيش بالتقدم. ترجيع الكره للخلف اثناء الهجمه، تاشير لعب سلبي على فريق الجيش. سفان في دفع من اللاعب ايمن على لاعب الخليجي. هاني وبيسجل الهدف. في صافرة كان طبعا لهاني لعب سلبي على فريق الجيش، ما استغلوا بالوقت المناسب. يعني ارجع الطابة للخلف، حكم بيرفع ايده انزالا باللعب السلبي. لازم تلتعب الكرة خلال مدة 5 ثواني او يعني ممكن تشجعها 7 ثواني تقريبا. فرصة بتكون. نعم. فيها ايقاف
لمدة دقيقتين واللاعب أخذ حالة إيقاف خلينا للاعب نرجع نشوفها الخليج مها بالنسبة لفيصل انه دفع. نعم شوف. بتصور انا الحكم جاي يعطيه ايقاف لمده دقيقتين، ما في داعي لكل هالانفعال. نعم كما ذكرت يعني يعني الحكم مصفر على عقوبه هذا اللاعب اللي دفع. ولعبنا ايمن صفار. ايوه نعم. كان المفروض انه ما يرد فعل بالنسبه لفريق نعود السعودي. لاجواء المباراة. حداد هذا رمي حره لفريق الجيش نفذها محمد حداد. انتظار الحكم اي سويدان بحميد. الان فريق الخليج يلعب دفاع متقدم زياده عن الحد للامام. فريق الجيش حداد وهدف جميل. برافو حداد بدرك التعادل والهدف رقم 5 عم بيكون. هذه الحالة اللي حكينا عليها استاذ إياد. نعم. تبادل المراكز بالنسبة لهي الخطة بالذات هي الأساس في كسر هذا الدفاع. ممكن يعني شفنا عم كسر يقدر فريق الدفاع. الجيش عم يجيد هاي المسألة. نعم يعني حنكة مدرب فريق الجيش انه اعطاه خطة انه بتبادل المراكز والتسجيل من خارج ال9 متر او الدخول على ال6 كانت واضحة انه في تسجيل فريق الجيش. عم نشوف في ايقاف دقيقتين اللي لعبنا محمد حداد. عم نشوف لازم يكون كثير في هدوء. هذه يعني عادية يعني. السعودي الشقيق جعفر عبد القادر والحارس يوسف حيولي قدر انه رمي الاولى يستطيع صدها لينجح بالرمي الثاني. لا يسجل هدف لجعفر. هدف رقم 5 5 أهداف حتى الآن عم تكون من اللاعب جعفر داوود وبيشترك مع أيمن سفان ومحمد حداد من فريق الجيش. كل لاعب عنده 5 أهداف في هذه المباراة. حلوة كثير المحاولة لكن بنرجع كل شيء فيها حلو إلا النهاية. على أعصابنا كانت الكرة لفيصل فواز. حرام إنه تضيع. 22 لمصلحة فريق الخليج. 13 دقيقة و30 ثانية على نهاية الوقت الأصلي. وأيضا هدف آخر من اللاعب ياسر عبد الكريم. سجل الهدف الثاني وتقدم حتى مصرين الفريقين انه يكون فارق التقدم مشتركين فيه بكل شيء. كان كل فريق يتقدم بفارق هدف. مرة تقدم فريق الجيش بهدفين وهلا فريق الخليج عم يتقدم بهدفين. خطيرة المحاولة للفريق السعودي وفعلا بينجح بترجمتها. هيثم ناجي أول مرة بيرتفع الفارق إلى 3 أهداف. الهدف الثاني عم بيكون لهيثم ناجي والثالث والفرق 3 أهداف والنتيجة 25 للخليج 22 للجيش. وقت مستقبل العبوا على الفصل بدون دقيقة ثانية يا شباب. بدون دقيقة. لا تخلونا حل الشوط. ممنوع حل الشوط. نسمع شباب لو جربنا هذه الكورة نهدى. اوكي نهدى نوقف الكورة الا اذا كان لاعب واحد شو اسمه هناك. ها الباقي الكورة العب عنده الكورة. الوقت الأصلي من الشوط الثاني. ونقول الوقت الأصلي لأنه إن كان هناك تعادل كما حصل في المباراة الأولى طبعا ستمدد مباراة 5 دقائق وكل شيء قابل. المباراة الأولى انتهت بالتعادل ب 35 لكن كانت المباراة لن يكون هناك المراكز الأربعة الأوائل، وكانت الأولى على المركزين الثالث والرابع ما بين مولودية الجزائر والشعب السوري، ولكنها لم تقم بسبب اعتذار المولودية عنها. أما المباراة الختامية لتحديد البطل فقد جمعت الجيش السوري والخليج السعودي في مباراة ندية وقوية منذ لحظاتها الأولى، وانتهى شوطها الأول بتقدم الخليج بهدف واحد 12-11. أما الشوط الثاني من المباراة فتوقفت أكثر من مرة، وذلك بسبب التحكيم الذي لم يكن بوجهه الأمثل، ثم استؤنف اللعب ثانية واستطاع الجيش السوري أن يكون هو المبادر في التقدم إلى أن توقفت المباراة، وذلك لانسحاب الحكام منها في سابقة غريبة لم تحصل في البطولات العربية، والنتيجة تشير إلى تقدم الخليج السعودي 25-22. عن هذه المباراة والبطولة بشكل عام رصدنا لكم
درع البطولة خذناه هذا النذر وفيناه درع البطولة خذناه نادي الخليج ويا بالدير نادي الخليج ويا بالدير الله يا الله 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 يا الله 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 هم أخضر واصفر هم أخضر واصفر يا الله 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 يا الله الله احنا فيكم نفخر احنا فيكم نفخر صراحة ما شعور بصراحة ما منصف. اعتقد ان البطولة غالية علينا وثاني شيء تحمل باسم الامير الراحل والحرب قلوبنا الامير فيصل بن فهد رحمه الله، وهذا الشيء انجاز السعودية طبعا زي ما قلت والخليج، وهذا الانجاز لسيهات طبعا ولواتي خاصة يعني. طبعا مشاعر ما توصف بحكم ان يعني البطولة هذه انتظرناها اكثر تقريبا من 20 سنة انتظرنا هالبطولة هذه، ومن خلال تحقيق 5 مرات للوصيف، وطبعا طبيعي جدا ان الكل ينتظر هالبطولة هذه على مدى اكثر من 20 سنة. 19 سنة احنا ننتظر هالبطولة، الحمد لله. مبروك للجماهير السعودية وجماهير الخليج خاصة، ألف مبروك. أبارك للجماهير السعودية والجماهير الخليجية، وأبارك لأهل القطيف وحبان النور لأنهم قبل شو اسمه، وأتمنى أن فريق النور يعني يرجع إلى الوضع الطبيعي حق الأول على أساس أنه يظل ويكون ند إلى فريق الخليج السعودي. طبعا هذا الإنجاز نهديه إلى جميع الأخوة اللي ساهموا في هذا الانتصار، سواء من إدارة ولاعبين وجماهير. احنا فيكم نفخر احنا فيكم نفخر
اللاعب طبعا جعفر داوود، انتصار خليجي وعبر نادي الخليج البطولة العربية. عن هذا الفوز ومشاركتك أيضا لاعب بحريني مع شقائكم خلال نادي الخليج، ماذا تقول؟ والله بسم الله الرحمن الرحيم، والله الشعب السعودي وثانيا الخليجي على هاي البطولة اللي ينتظرونها تقريبا من 20 سنة، وانا كأول بطولة خارجية اشاركها مع الخليج. شاركت بطولتين الكاس والدوري وما شاء الله حققتهم معه، ان شاء الله احقق بعد بطولات اخرى معاهم. سلمان بن عبد الله المطرود رئيس نادي الخليج، انتصار خليجي سعودي عربي لفريق الخليج من خلال البطولة العربية لكرة اليد، انجاز لا طبعا لا يحتاج الى تعليق، انجاز حقق باسم الوطن والمملكة العربية السعودية. عن هذا الانجاز حدثنا. أولا الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الميامين. أولا أهدي هذا الفوز لخادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن عبد العزيز، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير السلطان بن عبد العزيز. وكما أهدي هذا الفوز إلى أمير منطقتنا الأمير صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف. وأهدي هذا الفوز إلى قائد الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فهد، وكذلك لصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن فيصل. ولا أنسى أن أهدي هذا الفوز إلى صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال لدعمه للرياضة السعودية للمنتخبات والأندية. كما أهدي هذا الفوز إلى الشعب السعودي عامة وبالأخص جماهير نادي الخليج الحبيبة. أهدي هذا الفوز الغالي والانتصار الغالي إلى والدي العزيز وإلى والدتي العزيزة وإلى زوجتي أم عبد الله وأولادي وبناتي وأخواني وأخواتي وجميع الأحبة. وعبد الله طبعا الفوز هذا جاء من أصعب الطرق ومن خلال استعداد لم يكن جيدا، وأيضا من خلال دخول كبديل فريق القادسية، وأيضا هناك مواجهات من خلال الجيش السوري وما صاحب من مباراة قوية. من خلال المباراة النهائية توقفت المباراة وقرار اللجنة، ومن خلال هذه جميع هذه كيف أنت شعرت من خلال هذه البطولة التي جاءت من عنق الزجاجة كما يقال؟ والله الحمد لله رب العالمين، سبق وأن قلت لك الحمد لله فريقنا يملك مهارات عالية، ونحن أبناء هذا النادي نثق فيه أعضاء فريق اليد كلاعبين وإداريين. وصحيح أن الاستعداد كان يعني ما هو الاستعداد القوي لهذه البطولة، ولكن الحمد لله ثقتنا بلاعبينا وأداء لاعبينا المميز في هذه البطولة أدى إلى هذا الإنجاز. ويكفينا فخرا بأن هذه البطولة كان يوجد بها 11 فريق، وبشهادة جميع المدربين والحكام بأن فريق نادي الخليج هو الأميز في هذه البطولة. أتمنى لك التوفيق وإن شاء الله إلى الأمان مع هذا فريق نادي الخليج، وأيضا في انتصارات قادمة إن شاء الله للكرة السعودية. شكرا طال عمرك.